انا بشتغل ايه؟ السؤال ده جالي كتير جدا وكنت بتجنب ان انا اتكلم فيه لان انا عاوز اركز على الرسم كهوايه، انا مستمتع بيه وانا بمارسه كهوايه، بس زي ما قلت لك ان في حد صاحبي كده قال لي ان انت لازم تتكلم فيه بتفتح افكار لحد مثلا ممكن في بدايه حياته المهنيه او هيخلص كليه وهيبدا ينزل السوق ويشتغل، فممكن تكون بتفتح له باب رزق مثلا او بتديله فكره هو ينطلق فيها ويبقى بالنسبه له باب رزق كويس. فبصراحه انا اقتنعت بالفكره وتلاقيت ان انا لا يعني خلينا ما نحجمش اللي احنا بنتكلم فيه، كل حاجه انا بعرف اعملها هقولها لك فورا يعني، لكن انا هقول لك تجربتي الشخصيه اللي تاخد منها اللي يفيدك. انا بشتغل الستريتور في مجال الموشن جرافيك او في فيديوهات الموشن جرافيك في العناصر اللي هي المرسومه، مش انا ما بحركش، انا متخصص بس في الرسم. شوف دي بقى رخامه ان انت تتكلم في موضوع الشغل، ان انت لا لازم تقول بقى فلان الستريشن ولازم بقى مش عارف الستريتور والكلام ده كله. شوف هتلاقي اللهجه اختلفت، ما دي بقى الرخامه بقى ان انت لازم تتكلم كده عشان اللي قدامك ده تملى عينه. فالمجال يعني الكلام في مجال الشغل بيبقى رخم في كده بصراحه يعني، ودي حاجه من اللي انا ما بحبهاش. بشتغل في مجال الموشن جرافيك ومجال الستوري بورد. الستوري بورد اللي هو ايه، زي في مثلا فيديو هيتصور، قبل ما بيتصور بيترسم المشاهد بتاعته، ده بالنسبه لشغلي. لكن قبل كده انا كنت فضلت فتره كبيره جدا من حياتي بشتغل اللي هو هاوي رسم، بس عمال ارسم واشخبط وسكتشات والحاجات اللي احنا بنقعد نعملها دي. بجرب الوان الميه تبوظ مني، اجرب الوان الخشب مش عارف، ارسم شخصيه معينه الاقيها مش مظبوطه اقوم اجرب شخصيه ثانيه او اجرب فيها ثاني. المهم يعني شويه التجارب اللي احنا بنعملها دي. لكن لما اول ما بدات ان انا احترف بقى وانزل السوق واشتغل وكده، اشتغلت في مجالات ممكن بعيد عن الرسم شويه، لكن محافظتك على الهاند ميد اللي انت بتطور نفسك فيه او اللي انت دايما بتمارسه، بحيث ان ايدك دايما في حاله لياقه، انت دايما في لياقتك، بحيث ان انت تدخل ايدك في الموضوع ده اللي بيديك ميزه. اعرف ناس كانت بترسم حلو جدا، ولكن لما هو اتعلم برنامج جرافيك بقى هو اسير للبرنامج اللي هو بيشتغل فيه. مثلا بيشتغل فوتوشوب، بيشتغل في تصميمات الدعايه والاعلان مثلا، فبقى خلاص هو اسير للموضوع ده وبقى اسير للتولز اللي هي او الادوات اللي بيشتغل بيها. لكن انت كرسام او ان انت بتهتم ان انت تسكتش مع نفسك، وفي ناس مصممين جامدين جدا بيشتغلوا بالبرامج بس بيهتم ان هو بيطور نفسه بشغل ايده يعني. زي احمد زكي مثلا، احمد زكي اللي احنا كنا استضفناه قبل كده وكلمنا عن شغل البراندنج وازاي تصمم لوجو. لو تفتكر كنا عملنا فيديو ان انا كنت رسمت شخصيه وهو عملها لوجو، فكان حاجه شغل كده كمثال بس ان انت ازاي توفق الاثنين مع بعض. احمد زكي حتى الان ممكن بيتصل بيا ويقول انا بشتري الوان كذا، انا بشتري مش عارف ادوات كذا، في قلم رصاص كذا. هو حريص جدا ان هو يشتغل في سكتشات وعنده سكتش بوك وعنده ادوات الرسم. يعني اول قلم تسيح استخدمه، لو تفتكر برضو عملناه في فيديو قبل كده، هسيب لك كل الفيديوهات دي في الديسكربشن تحت. اول قلم تسيح انا استخدمته كان في الاستوديو بتاع احمد زكي. طب هو جايبه ليه؟ هل هو بيشتغل بيه؟ لا ما بيشتغلش بيه، بس هو بيعمل ايه؟ هو يعني حته ان هو بيرسم لدماغه دي او بيحاول يخطط او يشغل ايده في الموضوع، لان هو لما بيدخل ايده في شغل لوجو او حاجه بتديله ميزه جامده جدا. طبعا مش احمد زكي بس، طبعا مصممين جامدين جدا بيعملوا الحته دي. لكن ان انت تبقى اسير للادوات بس اللي هي قدامك دي، لا مش هتديك ميزه قوي يعني. حاجه تانية فادتني في شغل لما انا كنت شغال في تصميم الدعايه والاعلان ومفيش فيها رسم، كانت بتديك رؤيه برضه طول ما انت بترسم او بتحاول ان انت تغذي افكارك او كده، بتديك رؤيه للتصميم اللي انت بتعمله. هنتكلم عن الكلام ده كله بالتفصيل ان شاء الله، بس في قناتين، لا ثلاثه في قناتين بيتكلموا عن الشغل وازاي تشتغل والكلام ده كله. هسيب لك في الديسكربشن تحت اللينكات بتاعتهم، قناه فكره وقناه زاك. اعتقد انها ممكن تفيدك جدا لو انت تشتغل في مجال الموشن جرافيك او حتى اي شغل يعني. انا يعني ايه ما شفتش فيديوهاتهم كلهم او ما تعمقتش فيهم قوي، بس هو الناس دي مش هتقول حاجه غلط يعني. انا ضامن ان شاء الله يعني ان هم مش هيقولوا حاجه غلط او مش هيقولوا حاجه هاري، لا دايما الفيديوهات اللي انا شفتها لهم حاجه دسمه جدا. فكره وذاك. القناه الثالثه مصطفى مكرم، دي لو انت بقى حابب ان انت تحترف برنامج معين على ايه يعني، انت حاول ان انت تتعلم برنامج. لو انت ما بتشتغلش برامج خالص حاول ان انت تتعلمه واحنا مع بعض يعني، انت تعلمه كادوات وكالكلام اللي هيقوله مصطفى مكرم. حاول ان انت تحترف البرنامج وانا برضو معاك يعني، هنقعد برضو ندردش ونطلع افكار ان احنا ازاي ممكن نطور الشغل. بس هي دي بدايه ان شاء الله. المواضيع بعد كده جايه كتير هنتكلم فيها. انا هقول لك تجربتي انا الشخصيه فيها بس، لكن انت تاخد الفكره وتطبقها على اللي يمشي معاك. ما تقفلش دماغك يعني، مش اللي اتقال لك تمشي عليه بالمسطره. شوف ايه اللي يمشي معاك، لان كلنا مش زي بعض.